من قلب كافيه كابتشينو للمرة التانية على التوالي لازم نشكر أولا الحاج سيد كابتشينو صاحب الكافيه على حسن الاستضافة. منتخب مصر النهاردة بيقدم لنا مباراة قوية، مباراة ممتعة مع أكبر خصم ليه في المجموعة جنوب أفريقيا. لكن لازم مبدئيا نتكلم على الشناوي وحلاوة الشناوي ومتعة الشناوي، إنقاذ المباراة في الشناوي في الدقيقة 92. الشناوي زي ما بنعيد وبنكرر، الشناوي في حتة تانية. كابتن حسام حسن دايما عنده بعد نظر. الشناوي يعتبر شال مصر كلها في الشوط الثاني بانقاذات خرافيه بعد طرد محمد هاني في اخر الشوط الاول، بطرد يستحقه محمد هاني. لعيب بيتفزلك، لعيب مش عارف مكانه في الملعب، لعيب تعبنا نفسيا. مش ده اللي ينفع باك رايت المنتخب مصر. عايز اقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته. فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مليون مبروك للمنتخب المصري، ألف مبروك لحسام حسن، ألف مبروك للعيبة. منتخب مصر النهاردة رغم ادانا شوط تاني على أعصابنا، لكن قدر يوصل للمهم والأهم إنه ياخد الثلاثة بونت ويكسب جنوب أفريقيا أقوى فرق المجموعة ويصعد متصدر للمجموعة. ده كانت اهم حاجه، يعتبر اقوى مباراه لحسام حسن من ساعه ما مسك منتخب مصر. اقوى مباراه رسميه. حسام حسن النهارده بسطر تاريخ 16 مباراه مع المنتخب المصري، 12 فوز و4 تعادل. لكن لازم نحكي برضو على مو صلاح. صلاح حتى لو اداؤه الفني قليل في الملعب لكن عقله كبير، تفكيره كبير. صلاح كان يعتبر الترمومتر بتاع منتخب مصر، البوصله اللي بتوجه منتخب مصر داخل الملعب. شوف ضربة الجزاء اللي حصل عليها صلاح وحطها بلانكا في مع حارس مرمى جنوب افريقيا. ويليام ده يا جماعه اللي بيصد بالاربع ضربات جزاء ورا بعض. محمد صلاح ابدع وامتع واقنع وعمل مباراه خياليه. بص على تحركات محمد صلاح زي المباراه اللي فاتت امام زيمبابوي. مصر عملت 35 محاوله منهم 7-8 على المرمى. لكن جماهير المنتخب المصري، جماهير مصر عموما كانت متضايقه. مش ده الماتش اللي لعبه قدام زيمبابوي. لكن النهارده مصر عملت مباراه عالميه، وخصوصا خط الدفاع اللي احنا المباراه اللي فاتت قلنا ما عندناش خط دفاع. النهارده خط الدفاع عالمي. حسام حسن اللي غير 2 في التشكيل النهارده، نزل رامي ربيعه مكان حسام عبد المجيد ونزل زيزو مكان امام عاشور. شفنا منتخب مصر في الشوط الاول حدث ولا حرج، كان زانق جنوب افريقيا في نص ملعبه، كان هو المستحوذ، هو اللي مسيطر. ما شفناش جنوب افريقيا الا في هجمه وحيده في الدقيقه 29. لكن لما نقول النهارده ياسر ابراهيم لعيب راجل من الدرجه الاولى، عمل مباراه عالميه. رامي ربيعه في الدفاع النهارده نسانا حسام عبد المجيد اللي بيدور على عربيه الرش. حتى محمد حمدي قدم مباراه قويه. لازم نشكر خط الدفاع كامل اللي عمل مباراه قويه. حمدي فتحي اللي بينزل في وسط الاثنين المدافعين عمل مباراه عالميه النهارده. حتى امام عاشور النهارده عمل اللي عليه، وخصوصا في الشوط الثاني كان بياخد الكوره ويطلع لقدام. كابتن حسام حسن اللي زنقه في الشوط الثاني حاله الطرد بتاعت محمد هاني، لكن عرف يتعامل مع المباراه. حسام حسن النهارده بيثبت لنا انه مدرب تكتيكي من طراز عالي، قدم مباراه قويه بفكر قوي. حتى في تغييراته لما جه الشوط الثاني سحب مرموش وراح منزل امام عاشور، وفي الدقيقه 80 سحب تريزيجيه وسحب زيزو، ونزل محمد شحاته ونزل مهند لاشين عشان يملى نص الملعب ويعمل ستاره دفاعيه على لعيبه جنوب افريقيا اللي عندهم سرعات قويه، عندهم تسديدات قويه، عندهم عرضيات ممتازه. لكن النهارده منتخب مصر وصل للمهم والاهم، 3 بونت، صداره المجموعه. في حاله راحه نفسيه مع الجمهور المصري بالصعود. بدانا خلاص هنصعد اول، هنبعد عن المغرب والمباريات القويه. ولازم نشكر الاتحاد المغربي النهارده واحنا بنتفرج على مباراه مصر، تحس انك بتتفرج على المباراه في استاد القاهره. 40,000 تذكره للاتحاد المغربي باعها بالكامل عشان منتخب مصر. النهارده جماهير مصر كانت مالئه الملعب طولا وعرضا. مباراه قويه. مصر النهارده شرفتنا. مصر النهارده دافعت عن شخصيه البطل. بقالنا 27 سنه ما كسبناش جنوب افريقيا من ايام احمد حسن والكابتن الجوهري سنه 98. مبسوطين قوي بالمنتخب المصري، سعداء قوي باداء حسام حسن واللعيبه. ان شاء الله القادم افضل. المباراه القادمه هتبقى تحصيل حاصل، وخصوصا بعد تعادل انجولا والجابون
1-1 اصبحت مصر 6 بونت والباقي يتخانقوا مع بعضه ملناش علاقه بيه. لازم نشكر مروان عطيه برضه يا جماعه اللي كان النهارده ماتادور اسباني في نص الملعب. مروان عطيه عمل كل اللعيبه بصراحه ربنا عملت مجهود خرافي. مصر النهارده قدمت نفسها بشكل كويس امام فرقه من الفرق الكبيره. الف مبروك للمنتخب المصري، بالتوفيق للكابتن حسام حسن النهارده اللي قدم لنا مباراه ذكيه تكتيكيه بالدرجه الاولى. برايك هل منتخب مصر هيكمل للادوار الاقصائيه ويوصل قبل نهائي ونهائي ويشرفنا ويكتب تاريخ بالذات مع محمد صلاح؟ لان محمد صلاح محتاج التاريخ ده مع المنتخب المصري، محتاج ياخد افريقيا مع المنتخب المصري. عايز اسمع رايك في الكومنتات. كان معكم محترم المحترم، شكرا لكم، السلام عليكم.